اهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن احمد عبد الغني. يعني احمد عبد الغني قلت لكم امبارح ده واحد بيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه، دايما بيحقد وبيغل وبيكره تجاه النادي الاهلي. الاهلي عامل له مرض نفسي وعامل له تعب نفسي وعامل له عقده نفسيه. قلت لكم قبل كده ده مثير للمشاكل، قلت لكم ده مثير مشاكل كان لما كان لاعب، ومثير مشاكل حاليا تجاه النادي الاهلي. طبعا ده بيصير، طبعا هو بيصير الجدل بكلامه منتهى التعصب، انت بيحب الترند واللقطه. طبعا الغني طبعا هو بيقول كلام بشع، ده كلامه غير محترم، ده كلامه بينم عن التعصب. انت طبعا هو كلام كله كذب وافتراءات على الاهلي، بيقول حاجات اصلا مش موجوده، او بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فضل الاهلي عمل له مرض نفسه، عمل له تعب نفسه، عمل له من السنين يعني. فطبعا احمد الغني طبعا هو ب 100 وش بتلاقيه ما عندوش شخصيه، ما عندوش مبدا في حد في نفسه، في مدرس وكذاب، وان هو بيكره وبيغل وبيحكي. والشر من النادي الاهلي عمل له مشكله وعمل عقده من سنين، لان هو بيكره وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا فيديو بجد والله العظيم يعني حاجه في منتهى، يعني حاجه في منتهى الكذب وحاجه غير محترمه وحاجه في منتهى التعسف. تعالوا شوف معايا كده تصريح قوي كده. كان الكابتن سيد عبد الحفيظ فبيقول له، قال له احنا اقوياء فعلا، جامد بس جامد بمساعدات. يعني والله عايز اقول لك احمد عبد الغني اللي زي دول بيسمعوا غلط، واللي زي دول بيحبوا الكذب دايما. لما يطلع يجي يقول بيحب الترند، يعني واحد بيحب الترند وبيحب اللقطات كتير. احمد عبد الغني طلع بيقول ان طلع قبل كده، بيقول لك في فيديو قبل كده صحفي طلع يتكلم، كابتن صحفي طلع يتكلم وقال لك الاهلي جامد. طبعا الاهلي جامد يا احمد عبد الغني، الاهلي جامد بمجهوده. طلع يقول لك الاهلي جامد بمساعدات. لا، مش بمساعدات يا احمد عبد الغني، بمساعدات دي للزمالك يا احمد عبد الغني، بمساعدات دي للزمالك يا احمد عبد الغني. لكن انت بتتكلم، بتيجي تقول على الاهلي جامد مش عارف ايه عشان مساعده، مش عارف، انت عايز تعمل ترند ولقطه عشان انت مش متشاف يا احمد عبد الغني. من الاخر يعني انت مش متشاف. ما حد يعني مش الزور عليك قوي، ما حدش بيشوف يعني، ما حد يعني الزور الاعلام عامه مش بيجي عليك قوي. فعايز تاخد السبوت، عايز السبوت يبقى يجي عليك، عايز تعمل ترند ولقطه الناس كلها تتكلم عليك، فتطلع تقول الكلمتين اللي هم كلهم كذب، والنهايه كلها كلام كله منتهى التعسف فتنه. فطبعا احمد عبد الغني طبعا بيحب ياسين جدا، زي ما قلت لكم كلامه ان هو منتهى التعسف فتنه، وبيحب الترند واللقطه. طبعا احمد عبد الغني طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. احمد عبد الغني اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استني في حلقه بكره من البرنامج العالمي. السلام عليكم. كل يوم رايح للاهلي انسى